السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. على فكرة النغمشة دي شتاء، جو شتاء. اللهم صيبا نافعا. جو شتاء، سامعين حس الشتاء؟ برضه طبعا النغمشة اللي في الكاميرا دي شتاء. ومحمد يعني خاصة بنوبة محمد نضغط الناحية دي كده عشان ايه يعني نعمل حتة الجبن. يعني ايه امي كانت بتقول اهو في مصطلحات كده بتتقال. الله اكبر الله اكبر الله اعظم قدام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي عملنا هي اللي شفتوا الجبنه اللي هي اللبن الرايب. اللبن الرايب ده اللي هو عباره عن كان حليب وتساب في الشاليه لحد ما راح. فهنعمل بقى ايه يعني نسويها كده عشان حته الجبنه لما تطلع بتطلع ايه متسويه اهي زي ما انتوا شايفين كده من الناحيه ديت يعني كرتون ده بنلاقي الحته دي عشان تبقى تطلع كده مظبوطه. امي يعني ربنا يديها الصحه اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله عملناها. على فكره اللبن لو اللبن مش اي لبن يتحط في الحصيره. يعني لو اللبن الرايب مش زي ما انتوا شفتيه جالس كده وحلو وما شاء الله ما يقعدش في الحصيره. الحصيره زي ما انتوا شايفه كده وفيها فروجات زي ما انتوا شايفه كده. ممكن لو اللبن مش صالب يعني صالب يعني ايه زي ما انتوا شفتوه ماسك نفسه ممكن يقع من قلب الحصيره وخساره حبه اللبن. طب اعمل ايه لو اللبن الرايب مش صالب كده؟ بدفي شويه ميه عشان انت لو انت جديده وتدفيها وتحط الشاليه او الطبق اللي انت حاطه فيه اللبن الرايب وتغطي عليه دقيقتين كده وتروحي شايلها. هتلاقي اللبن جبس شويه او صلب شويه يعني صلب حلو كده مسك نفسه. نبدأ بقى نحطه. هنسيبها بقى فترة وهقول لكم يعني الساعة دلوقتي الساعة 12 هنشوف اخدت كام وقت على ما ايه بقت حتة جبنة في الحصير. بسم الله ما شاء الله. حبيت اقول اللهم صل على النبي كده فرغنا حبة اللبن من الشاي. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي ايه اهوت اللهم صل على النبي. وانا مش عايزاها قعدتها مدة طويلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس حركي الحصير على فكرة خلوني يعني خرجت بره حركي الحصير. اللهم صل على النبي. طبعا ما نقطعها. هبدأ بقى ايه اقطعها كده القطعة اللي انا ايه بسم الله. بعد ما كانت حبة لبن رايبين ايه بدأ اللي ايه تتقطع الجبنة زي ما انتوا شايفين كده. لو مش حابة تحط الملح في قلبها ممكن بعد ما تقطعيها وتبقى جبنة ممكن اللهم صل على ترشرشي شوية ملح. نبدأ بقى ايه اشيلها بالراحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطت الجبنة اهي
شوفوا بقى دي اللي انا بقول عليه. بصوا الكريمه اهو. تسلم ايديك يا ماما، تسلم من كل شر. الجبنه اهي، الجبنه القريشه اهي زي ما انتم شايفين كده، يعني خطوات بسيطه، بس كل مرحله. يعني الشتاء مش زي الصيف، الشتاء في عمايل الجبنه مش زي الصيف. يعني ازاي؟ يعني الصيف بيبقى اللبن عامل نفسه صلب نفسه، امال في الشتاء بيعوز يتسخن حبه. وحته الجبنه ما تقعدش كتير في الحصير عشان ما تأستكش وما تديش القوام الكريمه دي. انا بعملها كده على ايديا عشان تشوف القوام اهو. والجبنه القريش ديت بتتحول لكذا حاجه. خليكم معايا طول ما انتم معايا ان شاء الله باذن الله. اللايك والشير واشتراكوا في القناه يوصلك كل ما هو جديد. كل حاجه ان شاء الله هعملها هتبقى ايه باذن الله وبكره. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالمكونات ديت ممكن تعملي حاجتين اتنين، وبسم الله ما شاء الله تملي بيتك بالخير. المكونات 250 جرام رز، يعني ربع كيلو رز. وممكن تقللي لو ما بتحبيش الرز يبان في اللبن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مغسول. علبتين زبادي، لبن بودره. ممكن بدل لبن البودره فيه سايب، ممكن لو عندك سايب ممكن تستخدميه. 3 كيلو لبن، 3 كيلو حليب. هنعمل بيهم حاجتين النهارده، وممكن تبني بيتك خير، وممكن تستخدمي الحاجات ديت وتوفر عليكي كتير بدل ما تصرفي عليهم من بره. اللهم صل. والسكر هنا جنب، هنا كيس سكر اهوت ولا جوات. اللهم صل على النبي. والنشا جايبين برضو ربع كيلو، هناخد منهم نشا اهو، نشا سايب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حليب، زبادي، لبن بودرة، رز، سكر، نشا. هنعمل حاجتين اتنين، خليكم معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعايه وحطينا فيها ميه، يعني حطينا نصها ميه كده، وحطينا الرز زي ما انتم شايفين كده. الوعايه التانية هم 3 كيلو حليب. هنعمل كيلو ونص في الوعايه دي، وكيلو ونص هنستخدمه في الوعايه دي. فهنغليه الاول. 3 كيلو حليب مضمونين، يكون حليب يعني انت واثقه في نوعه. دلوقتي بدأ يغلى اهوت، هنطفيه وهنشوف هنعمل ايه بعد كده في الخطوه دي. بسم الله ما شاء الله. طبعا في خطوه كده بحب اعملها. اول حاجه لو انت هتعملي لازم تجلبي اللبن في وعايه واسعه عشان ما يفورش منك على طول وتطفي. طبعا درجه الغليان ديت بتطهر اللبن وتعقمه. لما تغلي اللبن مش اول ما يفور تروحي مطفيه عليه، طبعا لا. اللبن ساعة ما يفور تقعدي تقلبي فيه وفي وعايه واسعه عشان ياخد حقه. وبعدين التقليب ده على فكره لما بيغلي بيطفو كده، الوش اللي هو بيقع عليه ده بيبقى فيه الميكروبات. فانت لما بتقلبيها وترجعيها تاني كده كده انت بتقضي على الميكروبات. والغليان له حلو ان انت تغلي اللبن اهو ياخد حقه في الغليان، وتقعدي تقلبي فيه كده. انت بيتعقم ويتطهر اهو. خصوصا لو انت جايباه لبن يعني ايه لبن فلاحي مش مبستر. غلي اهوت قدامنا اهو. كل ما يجي يغلي اعمل اهو عشان بيطفو. كنت بقى ايه اهو غلي مره واتنين وقلبته بسم الله ما شاء الله اهو اهو. خلاص كده هسيبه بقى ايه للمرحله اللي بعد كده. تعالوا نشوف الرز عمل ايه. هنا ايه الرز اهو. طبعا تقليب المستمر عشان ما يلزقش في الوعايه. لو في وعايه زي ما انا ايه
بعمل كده معايا ايه سلستين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لسه ايه ما وصلش الدرجه اللي انا عايزاها ولسه ما نشاش. هيضل لحد ما يتشرب الميه اللي انتوا شايفينها ديت، يشربها كلها ويخش في درجه ان هو ينشي. وبعد كده الخطوه اللي بعدها يعني واحده بواحده اهو. بدأ خلاص اهو المية بدأت زي ما انتوا شايفين، وهو برضو بدأ درجة يعني يتنشف زي ما انتوا شايفين اهوت لسه برضو اهو. بعد ما وصل السمك ده اهو، بصوا نشا ازاي والرز بقى سمكه عامل ازاي اهو. هبدأ بقى ايه في الوقت ده ما اسيبش المغرفة اهو لا يلزم مني، وهضيف له الحليب بقى ايه على طول. خلاص نشا. وبعد ما ضفت الحليب زي ما انتم شايفين كده هضيف عشان ايه السكر. وطبعا انا عارفه العيار، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رتل الحليب عليه 4 معالق سكر هرميه كبيره. بسم الله. بعد ما ضفت السكر وعرفتكم ان الرتل الحليب او الكيلو بياخد 4 معالق هرميه، وبتعملي حساب معلقه كمان سكر للرز والميه الرز ديت لو هو مظبوط. اما لو بتحبي زياده تزودي تقللي في السكر دي بتاعتك انت بقى، يعني دي انت اختيارك انت وذوقك انت في اكلك. بتحبي الحاجه مسكره هتزودي عن العيار ده، ما بتحبيش الحاجه مسكره يعني خفيف قللي حاجات بسيطه، بس العيار هو ده. بعدين اللي انا حطيته ده نقطه كمان اهي، نقطتين دي فانيليا سايله على فكره بتخلي طعم الرز ما شاء الله. الفانيليا السايله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اللبن طبعا انت واثقه منه ومتاكده يعني من مكان موثوق فيه مش هتحتاجي لاي اضافات. عملته كده يعني عملته قبل كده من غير اي اضافات وما شاء الله اداني نتيجه يعني فوق الخيال ما شاء الله الله اكبر. طبعا حابه تضيفي منكهات غير الفانيليا، ممكن تضيفي كريم شانتيه مع نبتين كريم شانتيه هيديكي برضو القوام الكريمي والجميل. ممكن تضيفي كريم شانتيه بالفراوله. بدأ يغلى هو، ساعة ما بيغلي كده خلاص اهو بدأ. بصوا بعد ما ضفت الحليب والفانيليا والسكر وبدأ يغلي زي ما انتوا شايفين كده اهو، هبدأ بقى ايه اضيف بالراحة كده واقلب اهو النشا مع التقليب طبعا اهو اهو. غلوتين وهطفي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين القوام بتاعه هو اصلا كريم بدأ يلف ويدينا القوام ده اهو. ولو غصب عنك لازم وانت بتطلبي النشا ايدك في البتاع وتقلبها بسرعه. لو غصب عنك كبتها زي كده وكلكلت ممكن تطلعي الحتت اللي كلكلت وتهرسيها بالمعلقه هيبدا ايه يديكي القوام الجميل.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا ايه بديكي، مش يعني مش ما بغشش اللي قدامي، فبديك اللي انا وانا بصور كبيت النشا مره واحده فكلكلت مني. فما انت ما تخافيش لما تلاقي الكتب دي طلعيها وطوعيها وادرسيها، ادي اهو ما عادش في حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني ممكن ما كنتش اقول المعلومه بس ممكن تحصل لاي حد لسه خشش المطبخ، ممكن وممكن تخاف. لا ما تخافيش. النشا ساعة ما بتدلقيها بتديها مروح على القوام. بسم الله ما شاء الله، ما ضفتش اي اضافات، وقدام اهوت للغرف. ممكن تحطي كريم شانتيه بالفراولة للاطفال في مناسبات، هتشد الزهور، مش هيبقى مختلف جو، بس هتدي نكهة وطعم وحاجة جديدة في المناسبات جميلة. وأنا جربت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. متخليش عليا باللايك والشير واشتراكي في القناة يوصلك كل ما هو جديد بإذن الله. طبعا الحليب زي ما دمعة العين كده فتر اهوت وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنحط كوباية على العلبتين الزبادي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت الزبادي اهي، علبتين الزبادي، وهضيف لهم كوبايه الحليب وهضربهم في الخلاط. تضربهم في المضرب لازم عشان يديك القوام مع اللبن البودره، كيس اللبن البودره عشان نعمل ايه الزبادي. ماشي يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما عملت في المضرب في الخلاط وضربت علبة الزبادي، طبعا الريتل الحليب ولا كيلو كيلو اللبن الحليب بياخد عبوة صغيرة، عبوة زبادي صغيرة اللي هي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لكل لتر معلقتين لبن بودرة. حابة تكتري عن المعلقتين مفيش، بس هما معلقتين أو معلقة لبن بودرة، معلقة كبيرة هرمية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معلقة كبيرة هرمية للرتل الحليب وعلبة زبادي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله للتر الحليب. وبعد كده بتعملهم في مضرب او في الخلاط عشان يندمجوا مع بعض واللبن يكون فتر زي دمعة العين عشان تاخد النتيجة اللي هي ايه كويس. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت العبوات بتاعت الزبادي اهو، وممكن العبوات تحتفظ بيها بعد ما تاكلي الزبادي، تحتفظي بيها وتغسليها لتاني مرة. يعني انت ممكن تغرمي بس في ايه في اول مرة بتتجاب يعني بتجيب من المحلات انت عارفاها، من اي محل من الملتزمات اللي هو بيبيع الحلويات السوبر ماركت. هتتجاب العبوات ديت ومش غالية، وممكن تغسليها وتعمليها تدنها عندك تعملي فيها على طول. كل ما تاخدي الزبادي ممكن تتغسل وتتعبى فيها تاني. شوفوا ما شاء الله عملنا من كيلو رتل حليب ونص. ما شاء الله العبوات عندكم اهي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هبدأ بقى اغطيها زي ما انتم شايفين كده اهي، لسه بقى سايله اهيت هتتغطى وبالغطا بتاعها وبغطا العبوات وهركنها بجنب. اللهم صل على النبي. كده بقى عملنا العلب الزبادي اهيت وحطيتهم فوق بعض وهنسيبها كده. لا هحطها في فرن ولا هسخن لها ميه ولا هعمل لها اي حاجه. للمبتدئين هتعمل زبادي من غير ما تيجي ناحيتها ولا ماكينه ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه كده انا غطيتها وسبتها. لو في الشتاء بتستخدمي كهن يعني حاجه تقيله زي بطانيه اطفال، حاجه تقيله يعني تغطيها تكنها تدفيها. في الصيف
تسيبها على الرخامة زي كده، غرفتيه وغطيه بالغطا العبوة بتاعتك، وبتسيبيه ساعة ساعتين، وما تسهيش عليه لحد ما يشرش، لا انت معاك وبتبص عليه، تفتحي العبوة ربط كده في الاول، حطيه بقى في التلاجة يعيش معاكي اسبوعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هركنه بقى زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة، وبعدين ايه في الشتاء زي ما قلت لكم لازم يتدفى عشان ما ياخدش وقت كتير، ولا تحط في فرن ولا تغلي ميه ومتخافيش ولا هيقطع مني، لا كده صدقيني انا عن تجربه بعمله كده على طول. بسم الله ما شاء الله، غرفنا دي رز بلبن اهو، غرفناها برضو في عبوات زي دي كده اهوت، شايفين القوام بتاعه اهوت تتماسك اهوت. عايزه بقى تضيفي بقى البشر جوز الهند المكسرات اللي انت حابه تعمليها، ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا ضمن من كيلو يعني رتل حليب كيلو ونص، ما شاء الله الكميه ما شاء الله ولا قوه الا بالله زي ما انتوا شايفين كده اهو. ولو من العبوات ديت ممكن ما شاء الله تعمل عبوات اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله، غرفنا اهو ما شاء الله، بألف هنا وبألف صحة وبمنازل العافية وبمنازل الصحة لكل من هيدوم منه، وبنزل الصحة والعافية على عيونكم إن شاء الله لما تعملوا وتجربوا بإذن الله. طبعا أنا كنت عاملة في يوم تاني خالص الجبنة القريش، هضيفها للفيديو دي عشان تبقى كله يعني يستفيدوا بإذن الله. اشوفكم على خير. طبعا المكسرات اللي انت عايزه تضيفيها طبعا القوام ما شاء الله. طبعا الحله لسه فيها مغرفتين تلاته اهوت، والحله لا ما فيش ما شاء الله الجعر، والقوام زي ما انتم شايفين كده اهو اهو، زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا الرز بلبن بيتحط في التلاجة بيتاكل من التلاجة. طبعا لسه بقى يعني هنعملها بقى ننضفها في فقشه كده. اللهم صل على النبي، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا الزبادي اهوت ما شاء الله عمل من رتل ونص حليب، يعني ما شاء الله 4 و4 3 و3 6 4 و4 8 و6 14 عبوة من رتل حليب ورتل ونص، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا الرز بلبن هو برضه عملنا في عبوات وغرفنا فيه. اللهم نعم بالكمية دي ممكن توفري كتير للناس الموظفة، للناس اللي هي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ممكن تحطها في التلاجة، هتوفر لك ولأولادك كتير كتير، وتوفر لك اصلا. ولو حد جاي لك ولا حاجة هتطلعه تبقى ب3 كيلو حليب، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عملت الزبادي وعملت الرز بلبن، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وده هيتوفر حاجات في بيتك لو انت هتروحي تشتري اقل طبقة يعني العبوة دي ب5 جنيه، عبوة صغيرة اهي ب5 جنيه، شوف انت هتوفري ما شاء الله قد ايه. لما نشوف العلبة بعد ما سيبناها يعني بقول لكم في الشتاء لازم تتدفى، تدفيه ببطانية بأي حاجة. شفتوا بقى الزبادي اهو، ولا ماكينة ولا فرن ولا أي حاجة، زبادي قشطة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قوام والطعم ما شاء الله.